ومعايا كنز كبير قوي. اوعوا تفتكروا انه فلوس او ذهب او ماس، اغلى من كده بكتير. ومع كل الناس غني وفقير، بس للاسف محدش مقدر الكنز ده. الكنز ده هو الوقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم تاني مرة مع بودكاست المستر. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، هو الوقت. يعني ايه؟ يعني الوقت يا ابني يا ابني تاني معلش لا مش تاني. هو المهم الموضوع اللي هنتكلم عنه هو موضوع الايه؟ الوقت. ازاي بتدير وقتك، او بمعنى هل بتحط خطة عشان تستغل الوقت بتاعك ولا لا؟ لا ليه؟ ما كده، ما انا حتى لو عملت مثلا جدول او حاجه مش بمشي عليه، فيعني فكده مفيش اداره وقت اصلا. طب ما بقول لو انا جيت قلت لك عايزين خطه من وجهه نظرك تنفع لاداره الوقت بالنسبه للناس كلها، هتقولي لي ايه؟ يعني انت عايزك تحطي خطه معينه ان الناس يستغلوا وقتهم صح، تبقى الخطه دي عامله ازاي؟ لو مثلا طلبه فممكن ساعه مثلا لكل ماده او ايا كان، وقت للمذاكره ووقت مثلا للترفيه للموبايل كده. طب حلو الحته دي. طب هو هل اللي هي بتقوله صح؟ يعني مثلا هي بتقول انه لازم انا اذاكر ويكون في وقت للمذاكره ووقت للترفيه ووقت لكل حاجه، او مثلا انت قصدك اللي هو لازم تعملي كل حاجه؟ لو مثلا هتذاكر وهتلعب مش كده. يعني مثلا انا مثلا اخدت ساعه مذاكره، فان انا اخد بعدها ربع ساعه او بريك ان انا اريح بين ماده وماده. بس ماشي. بس انا مش بعمله، انا بقترح. مش بتعمليه بس بتقترحي؟ ايوه هي عندها حق فعلا، المفروض نعمل كده. المفروض تعمل ايه؟ المفروض ان احنا نعمل زي ما قالت مثلا نذاكر وناخد بريك بعدها شويه كده، يعني عشان ما نزهقش من المذاكره، عشان نفصل ما بين. ايه هو الحافز اصلا اللي بيخليك تذاكر؟ انجح. انت عايز تنجح بس؟ لا هو استفيد بالمعلومات والخبرات والكلام ده. حلو ده. ما هو مش كل بني ادم ناجح مؤثر، فاهمين؟ يعني مش كل اللي ناجحين مؤثرين. هو لو انت عايز تنجح بس ده سهل دلوقتي، سهل جدا كمان. انما لو انا مثلا عايز ابقى مؤثر يبقى انا لازم استغل الوقت. دي من الحاجات اللي اصلا الوقت بالنسبه لنا حاجه مهمه جدا. انا اعرف حديث سيدنا عمر تقريبا قال لك نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. يعني في نعمتين الناس تحس ان هم مش مقدرين قيمتهم، الصحه والفراغ. الفراغ اللي هو الوقت. فانا بالنسبه لي انا من وجهه نظري يعني الوقت بالذات لو ما استغلتش كل ثانيه يبقى انا بضيع حاجه لا تقدر بثمن. بمعنى انت قلت من شويه انه انا لازم الوقت ابقى مثلا لكل ماده ساعه ولازم يكون في بريك انا بتكلم في جدول المذاكره. انا بكلمك على الوقت عامه. الوقت بالنسبه لك مهم ولا؟ طبعا. حاولتي قبل كده ان انت تستغلي الوقت اكبر قدر ممكن؟ لا، بس يعني انا بنصح ان لما نيجي ننظم الوقت ندور على الاولويات الاول. يعني لما تيجي تعملي اداره للوقت بتاعك تحط في ترتبي الاولويات ثم بعد كده الاهم فالمهم. الحاجه اللي احنا مثلا نقدر ننجزها اللي هي تاخد مننا وقت، يعني او ممكن العكس اللي هو اللي مش هتاخد مننا وقت كتير نخلص عشان يبقى لنا الحاجه الاخيره اللي هي هتاخد مننا وقت كبير، فدي اللي احنا يبقى كل تركيزنا فيها. اللي هو مثلا لما نيجي احنا اليوم 24 ساعه، لما نيجي ننظم لازم نشيل منهم ال8 ساعات بتوع النوم، لان دي حاجه اساسيه عشان نقدر نكمل اليوم اصلا. ماشي. بعد كده بقى كل واحد على حسب يومه هيبدا ينظم وقته. حلو. والحاجات دي طبعا عايزه التزام. لما نيجي لو كانت اول مره لازم ان احنا نخفف الاولويات بتاعتنا او نخفف المهام اللي احنا نعملها عشان بعد كده يبقى في التزام، لان لو كترنا من اول مره وحطينا كل حاجه من اول مره عمر ما هيلتزم. ايه اكتر الحاجات اللي بتاخد وقتك؟ يعني انت عندك 24 ساعه زي ما قالت جانا في اليوم، 24 ساعه. ايه اكتر حاجه بتضيع وقتك؟ موبايل. هل انت راضي يعني انت اكتر حاجه ده بياخد منك كام ساعه في اليوم؟ يعتبر اليوم كله اصلا. طب وهل انت راضي عن الموضوع ده؟ مش قوي يعني. طب لو حبينا ان احنا نقول عايزين نظبط الموضوع ده هنظبطه ازاي؟ احنا مثلا ممكن نعمل تايم للموبايل ذات نفسه يفتح في وقت معين بس. الموبايل نفسه تسيستمه على ان هو يشتغل معاك في وقت معين بس؟
ولا نفترض ان انت عايز تستغل الموبايل في حاجه مهمه في الوقت اللي انت مش كنت مظبط فيه ممكن مثلا ناخد الموبايل اي حد تاني، فهو اكيد يعني مش هيسيب الموبايل بتاعه معايا علشان مش هيخليني العب فيه. انت قصدك تستعير موبايل عشان تعمل حاجه اللي انت عايزها وبعدين. طب ولنفترض ان انت مثلا بتعمل بحث معين او حابب تعمل بحث معين في حاجه معينه، كل شويه هتحتاج التليفون. هو عبد الرحمن عنده فكره بيقول ان احنا نعمل التليفون بتايم معين ما اشتغلش غير في التايم ده، اللي هو مثلا انا عندي 24 ساعه في اليوم، فبالنسبه له انا هظبط التليفون ان هو يشتغل من الساعه 1 للساعه 3، لان كل يوم الساعه 1 للساعه 3 مثلا يعني ما عنديش دروس وما عنديش اي حاجه، والوقت بتاعي اللي هو البريك ومش عارف ايه وكده، وبتغدى وبمسك التليفون والكلام ده كله. طب هو هنا ده اللي هو اصلا عايز يبعد عن التليفون عشان التليفون بالنسبه له هو اكتر حاجه بتاخد وقته. طب هو دلوقتي لو استغنى عن التليفون، طبعا انت في ايدك انك تستغنى عن التليفون، بس الفكره في الزمن الحالي اللي احنا فيه التليفون مهم جدا، او التكنولوجيا عامه ايه مهمه قوي، صح؟ عبد الرحمن دلوقتي محتاج ان هو يستخدم التليفون في اي حاجه مهمه، فقال فكره ان انا عايز اخد تليفون حد تاني، ولا افترض ان انت عايز التليفون مره واثنين وثلاثه في وقت معين وليكن في ساعه مثلا، من بعد المغرب بتعمل بحث او بتحل واجب وقفت معاك الدنيا وعايز ممكن اسستمه بقى ان اخد الساعه دي من الوقت البريك بتاعي. التليفون برضو؟ ده انت كده معاك التليفون تقدر تتحكم فيه، يبقى انت كده ما اقدرش استغنى عن التليفون، صح ولا انا غلطان؟ هو كده اقدر استغنى عن التليفون؟ طب ما هو ممكن يستغل اللي هو بيعمله، يعني اللي هو بياخد معاه اليوم كله، ممكن ان هو يقدم المهام بتاعته اصلا بالتليفون. يعني انت عايز ما هو دلوقتي انا بساله بقول له ايه اكتر حاجه بتضيع وقتك؟ هو شايف ان التليفون بالنسبه له هو اكتر حاجه بتضيع الوقت. انا عايز اوجد حل ان التليفون ما يضيعش الوقت بتاعي، وكمان لو انا عايز اسيب التليفون معايا تمام او برش عليه ساعه. تعالى احنا الكلام مش هنروح على نفسك. ايه رايك ان احنا لو سحبنا التليفونات عن الاطفال خالص علشان ينظموا وقتهم وكده يعني؟ هو خالص دي مش مناسبة، تمام؟ ده اولا. بالنسبة خصوصا للاطفال اللي هي متعلقة جامد بالتليفون، ها؟ وبعد كده يعني في الدراسة اكيد احنا بنحتاجه كتير، ماشي؟ فاحنا اكيد هنحتاجه، فان احنا نسحبه خالص دي فكرة مش كويسة، ان احنا ننظم لهم الوقت، وبالذات الاطفال الصغيرين اللي سنهم صغير زي مي اختك. ما تجرب، ما علينا، انا بقول لكم يعني تحملنا التليفون. جرب، استنى بس، هو مش انت بتسأل؟ جرب ان انت المهم بس. طب ايه رأيك لو ربطنا حساب الطفل على التليفون بتاعه بحساب الاب، والاب يقفل التليفون وقت ما الطفل بيذاكر او وقت ما هو عايز؟ حاجة كويسة جدا، حاجة كويسة، بس ان ده يحصل معايا لا، يعني هي حاجة كويسة للأطفال. قلت لها ايه رأيك ان احنا مثلا لو ربطنا حساب الطفل على تليفونه بحساب باباه وهو يقفل التليفون وقت ما هو عايز او وقت ما هو بيذاكر؟ يعني دي فكرة اصلا. أيوة دي فكرة اصلا بقالها كتير، والمشكلة ان مفيش حد بينفذها. انا نفذتها يا جماعة، بس ما نفذتهاش عندي. اعرف ناس بينفذوها. انا نفذتها يا جماعة. فاكر تالا اللي كانت معانا دي؟ ده هي دول. لا دولت لازم ينفذوها، دولت مش مصريين فلازم ينفذوها. لا مصريين على فكرة، قريبتهم هم بس عايشين في السعودية فلازم ينفذوا الفكرة. ايه هي الفكرة؟ انا نفذتها بس مش عندي. انت عندك اولاد؟ لا مش قصدي، ربطت يعني ايه، الناس ما بتعرفش تربط الحساب وكده. ربطت حساب الاب بحساب الابن، ماشي؟ وقلت له ايه، انت كده تقدر تتحكم في تليفونه كله، عايز ينزل حاجه انت اللي هتتحكم فيها، هو ينزل ايه بالظبط. عايز مثلا تقفل التليفون بتاعه، هتقفل التليفون وقت ما انت عايز. طب دلوقتي يا جماعه احنا بنقدم لكم فكره حلوه. ايه هي الفكره؟ اي حد عايز، هي مش فكره يعني، هي حاجه موجوده من زمان بس احنا بنفكركم بيها. اي حد عايز يربط تليفون ابنه بتليفونه، ده شيء ممكن جدا، عشان تبقى قادر وعارف ابنك بيعمل ايه بالتليفون، وبيبحث عن ايه، وبينزل ايه، وبيكلم مين والى اخره، لانه ده شيء كويس في انك تقدر تراقب ابنك بيعمل ايه، او تراقب ابنك بيدير وقته ازاي. استخدامه للتليفون ممكن يتخطى 8 ساعات في اليوم، واحنا بالنسبه لنا اليوم 24 ساعه، فبالتالي 24 ساعه يعني 8 ساعات للنوم بلس 8 ساعات ممكن يكون فيهم 5 ساعات بالظبط مدرسه مثلا.
طب تعالى بقى نتكلم في حاجه مهمه. قولي لي يومك اصلا، يومك عامه بتديريه ازاي؟ دراسي ولا لا الدراسة اليوم والأجازة؟ كله، اليوم كله. ايوه في الدراسه ولا في الاجازه؟ لا في الدراسه وفي الاجازه. هقول الدراسه الاول عشان صراحه ماشي. بروح المدرسه، لا انا عايز اليوم من اول ما بتصحى بالتفصيل. بصحى، بعدها بروح المدرسه، وبعدها بروح دروسي، بطلع من المدرسه على الدروس، وبعدها بروح، وبعدها باكل عشان دي اهم حاجه، بعدها هتاكل. وبعد بقى ما اكل بشوف بقى لو عليا واجب مذاكره كده. بالنسبه للاجازه بصحى من النوم بنام، بصحى من النوم بنام. باكل بمسك الموبايل وبنام تاني لاني ببقى تعبت بقى فرهطت من اليوم. انت معانا في الموضوع؟ كده بتفرهد اللي هو اصلا بتنام وبتصحى وبتنام وبتصحى. ماشي. طب على فكره النوم بيعمل جهد. النوم بيعمل جهد. ايوه هو اي كونك حاجه انك تخش تتأقلم كده، بعد كده تروح في النوم، بعد كده تصحى صحيت بقى في مزاجك غصب عنك، ده بيعمل فرهاد على فكره. وبعدها بقى لو فرهدت يعني ايه ماشي. كملوا. دي حاجه جديده عليا انا شخصيا. اوكي تعلم بقى. انت لسه بتتعلم. اتعلم. ايوه ماشي اتعلم. استنى بس عشان ده في منتج الا ده هينزل في المونتاج. لا وربنا ماشي كملي. المهم يعني انا وصلت لحد فين؟ بنام تاني وبعدها بتفرج على التلفزيون، وبعدها لو ماما ما اكلتش دوناتيلو باكله وبطلعه. اهم حاجه مين؟ دوناتيلو. مش هنقول لكم دوناتيلو ده ايه عشان وبعدها بقى بدخل انام لان يعني ايه بقعد بقى على السرير لحد بقى ما انام الساعه 2 3 4 ايا حلو. كان بقى. ماشي. دي في الاجازه ها؟ يومك في الدراسه وفي الاجازه في الدراسة وفي الأجازة. تفصيل لو سمحت. اوكي الدراسة انا هقول على قديم لان لسه احنا مش اصلا كده. الدراسه بتاع سنه تانية اعدادي لسه ما بدأناش. دراسه بصحى اولى من النوم. اعدادي. اولى اعدادي. بصحى من النوم، ماشي ابتدي اصلي، ماشي طبعا بفطر قبل ما اروح المدرسة ماشي. لان مش بعرف اكل بقية اليوم، ماشي. وبروح المدرسة. بعد المدرسة الدروس، وبعد الدروس في ايام يبقى فيها كتاب، في ايام ما فيش. بعد كده بقى البيت، وممكن كده الحاجة الواجبات بس بحلها، انا ما بذاكرش طبعا. وبعد كده بقى بفضل قاعدة مع العيلة، وخلاص بالليل بنام. ده في الدراسة. الأجازة برضو بصحى من النوم بس بصحى متأخر شوية. بعمل ايه تاني؟ كنت اصلي برضو. دي حاجه اساسيه في يومنا مفيش كلام اللي هو باكل. وبعد كده هو بقى اليوم مش كل ايام زي بعضها، يعني في ايام مشاوير، في ايام قاعدة في البيت كده بس. يومك في الدراسه يا باشمهندس يا دكتور؟ زي اي يوم عادي يعني، بنصحى نروح المدرسة وناخد دروسنا، نروح ماشي نذاكر، اننا نذاكر اكيد يعني، ونلعب بالتليفون كده يعني، وننام، نصحى تاني يوم نفس النظام. يا جماعه ليه مش عارف حاسس ان الايام عندكم حاسسها سهله؟ بذمتك مش الايام الروتين اللي هو في الاجازه احلى من الدراسه؟ على الاقل في يعني تصحى وبتنام لا بيبقى فيها راحة بال، بيبقى فيها راحة بال. طب حد فيكم فكر قبل كده ان هو بجد والله يحط خطه عشان ينظم وقته وفشلت؟ احنا اصلا عمرنا ما حطينا خطه الا وفشلت. الله. فكرها تقول عمرنا لا عملت. انا كنت فاكر ان هي هتقول انا برضو خدت اللي هو ايه اللي هو انا هتقول انا عمري ما اللي هو خدت امل ان في حاجه جايه. ايوه اصل هي قالت عمرنا، كنت اقول لك كلمه عن نفسك. لا هي فعلا يعني كل الخطط انا عملتهم مرتين، ان انا واحده للمذاكره وما عملتش ولا حاجه منها، وتاني حاجه كانت المذاكره برضه ما عملتش برضه ولا حاجه منها. طب يعني بجد خلينا نتكلم بتلقائيه بقى وايه ارتاحوا في الكلام كده. لو انا طلبت منك نصيحه انه انا عايز دلوقتي، فانصحيني ان انا دلوقتي من وجهه نظري اقول لك ازاي؟ ان انت تقسم لكل حاجه، وزي ما جانا قالت الاولويات، يعني اهم حاجه الاول، وبعدها بقى الحاجات اللي انت لو ما عملتهاش مش هتضرك، اللي هي ممكن بس حاجات للترفيه. وبرضه انا من وجهه نظري ان الترفيه ده مهم، لان يعني ان انا لازم اخد فرصتي ان انا مثلا اخد بريك كده من اي حاجه، يعني دماغي تفصل عن اي حاجه واعمل حاجه انا بحبها عشان ابقى مرتاح وكده، اعمل حاجه وانا بحبها وبعدها اكمل عادي يعني. ده اللي هو الدافع عشان تكملي اصلا. لو حبيتي تعملي، لو تدي لحد نصيحه ان هو اديله نصيحه، بص الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعه. ايوه الحكمه دي امي كانت بتقولها لي كتير اقسم بالله. اللي هو اعتبر نفسك في سباق، عاوز انت اللي تفوز يبقى انت تدير وقتك، يعني انت هتبقى انت الكسبان لو ديرت وقتك، حتى لو بحاجات يعني ايه
اللي هو ما تسيبش وقتك كده، وقت ما تحب تعمل حاجه اعملها، لها لازمه ملهاش لازمه. نظم وقتك حتى لو الحاجات اللي انت حاططها مش اللي هي التوب في الاهم وكده. بس عايز تدينا نصيحة ان احنا ندير وقتنا يا باشمهندس؟ ما هي نفس النصيحة اللي لا انا عايزك تجيب نصائح مختلفة عن النصائح بتاعتي. نصيحة مختلفة ازاي يعني؟ مش عارف، تصرف بقى، اسأل AI. ليه؟ ما احنا بنفكر بدماغ AI يا ابني. سيب بقى التليفون، يلا قول ادينا نصيحة احنا التلاتة في ان احنا ندير وقتنا والمشاهدين برضه. والله هي قالتها، ده اللي انا كنت هقوله اصلا. ايه هي النصيحة؟ اللي هي قالت الوقت كالسيف اذا لم تقطعه قطعت. دي مش نصيحة، دي حكمة. ماشي دي حكمة. النصيحة بقى ان هي ايه؟ ان المفروض ان احنا نعمل الحاجات الاهم الاول برضو؟ اه. طب خلي بالك بقى، انا عايز اقول لك على حاجة. هي قالت احنا نعمل الحاجات اللي مش هتاخد مننا وقت واللي مش مهمة عشان نفرغ نفسنا وندي كل الوقت للحاجات المهمة. انا بالنسبه لي انا لو عملت الحاجات اللي مش مهمه الاول عمري ما هعمل الحاجات المهمه، لان انا بفرهد بسرعه، وانا ساعه ما هخلص الحاجات اللي هي مش مهمه مش هعمل حاجات. حلو، نقف في الحتة دي. هي قالت بتفرهد بسرعة، صح؟ يبقى احنا كل واحد فينا، انا بقول النصيحه انا من وجهة نظري انا من كلامكم كده، من وجهة نظري كل واحد فينا لازم يحط خطة لنفسه مش لغيره. بس بمعنى هو انا ينفع اروح على حد واقول له اديني نصايح ازاي ادير وقتي؟ بص الكلمة، لا ده عندك انت مش عندها. لا مش عندنا، انا مثلا ده المثل. يبقى عند ينفع اروح لحد، بص الكلام اصلا، اقول له اديني نصايح ادير وقتي. بص اخر كلمة عاملة ازاي؟ وقتي انا. لا انا بقول للوقت عموما. للوقت عموما. بص انا من وجهة نظري للوقت عموما هي حتة الاولويات دي مهمة، تمام؟ ده شيء مفروغ منه انك تعمل الاولويات، دي حاجة حلوة. ليه؟ لانه فينا ناس ما بتقدرش تتحكم في ان هي ايه. يعني انا مثلا ممكن احط خطة لنفسي انه في اليوم، لو انا طالب في اليوم هم 4 ساعات مذاكرة، تمام؟ 4. في ناس بقى عندها مواد معينة بتبقى مهمة، مواد تانية اقل اهمية. في ناس بتبقى بتضغط على نفسها في مادة زي العلوم، زي الرياضة، زي العربي، علوم دراسات. ماشي. المواد دي بالنسبة لهم ممكن تكون مهمة، بيحبوها، او اصلا هم مش اقوياء فيها فعايزين يدوها الوقت الاكبر. انا الوقت لو اديتها كل الوقت ولقيت ال4 ساعات بتوعي خلصوا، هعمل ايه بقى في الوقت ده؟ فبالنسبة لي انا ما بحطش ليميت معين في ادارة الوقت، اللي هو مش مع حتة ان انا احط وقت معين اكتفي بيه، فاهمين؟ لانه قبل ما اقول لك ان في حاجة اسمها ادارة وقت، وانا سألتك في البداية انت اصلا بتذاكر ليه؟ قلت عشان انجح. لا مش الكلام ده. هو لازم يكون في هدف معين انت عايز توصل له. هو الهدف ده اللي ممكن يخليك يوم السبت تذاكر 3 ساعات ويوم الحد تذاكر 10 ساعات. ليه بقى؟ لانه فجأة ظهر لك درس معين رخم انت مش عايز تسيبه غير لما تفهمه، واللي خلاك تقعد ال10 ساعات تذاكر حاجة معينة هو الهدف بتاعك. ما حدش فيكم فكر قبل كده انه يكتب حاجة عن الوقت؟ ليلى كتبت قصة عن تنظيم الوقت، عن الوقت. والله؟ ليلى قولي لنا. انا بقول محدش فكر. لا هم بيقولوا ان انت كتبت قصة عن تنظيم الوقت، فممكن تقولي لنا. انا كنت كتبتها في الاول علشان انا كنت مقتنعه بكده وقتها، يعني حتى عملت جدول وكان عندي بقى حماس رهيب. حلو. ما عملتش كل حاجه. طب قولي لنا عملت ايه بس واحنا ممكن نساعدك انه نرجع. كونك ان انت عملت كده اصلا ده في حد ذاته حلو. انجاز. يعني انا عملت، مفيش حد عمل كده، مفيش حد فكر يعمل كده اصلا. يعني انا كان في يوم كنت فاضيه، فانا عملت جدول لنفسي ان انا همشي عليه بقى اليوم كله، ومثلا وقت للصلاه وقت كل حاجه. تمام. ورجعت قلت طب ما انا اكتب قصه عن، كنت ساعتها بقى بكتب قصص، فقلت طب ما اكتب قصه عن كده، وكتبت فعلا قصه عن كده. حلو. وخدت برضو فكره من استاذ اسلام، تمام، كان اداني فكره برضو لحاجه زي كده، فانا كملت القصه بتاعتي. ماشي. بس فمش لازم اقولها. يا بنتي هتقولي احكيها لنا. ممكن في الاخر. لا دلوقتي عشان دلوقتي احسن. شد الانتباه. هي طويله على فكره. ماشي. طويله مش طويله والله، طويله والله مش طويله. قولي لنا بس القصة ان شاء الله. مش انت ممكن تجيب الكاميرا عليا لوحدها ونجيب وهي بتقول له هتعلي صوتك ويشيله في المونتاج عشان انا مش سامعه. بقول ممكن تجيب ممكن نجيب الكاميرا. الكاميرا ونحطها عليك انت بس وانت بتقولي واحنا نطلع نعمل زوم ان عليها في الايديت وخلاص.
لا بص تجيبي وتعدل كده لا احنا عشان نعمل كده او هي تجيب لها كرسي عشان تقعد. يبان ان طب شكلنا واحنا ايه قول. لا مش هقول، استنى. استنى طيب شوفي انا دلوقتي تمام انا عاملاها باسم شخصيه، يعني هو جه في بالي سليم. تمام 17 دقيقة نشوف هيجي عند 19 دقيقة. طب ممكن تسمعوا؟ تمام انا لا انا باخد رايك في حاجه. اللي انا كاتباها سليم 21 سنه في كليه تكنولوجيا وجو يعني كده، فاشيل الحته الاولى ولا يعني اقول لا قولي ان لا زي ما هي. خلاص انت قلتي وعرفتي ان دي اول ما كنت باحث في علم المياه ولا ايه؟ مش فاهم بتعمل ايه؟ لا بشوف اللي تحتها. طيب شوف الشفافية، مدى الشفافية. مدى الشفافية دي مش طويلة مش كتيرة والله مش كتيرة. الكتاب ديت مش هتاخد صفحة. سليم 21 سنه في كليه تكنولوجيا، بحب البرمجه جدا وشاطر في مجالي ومعايا كنز كبير قوي. اوعوا تفتكروا انه فلوس او ذهب او ماس، اغلى من كده بكتير. ومع كل الناس غني وفقير، بس للاسف محدش مقدر الكنز ده. الكنز ده هو الوقت. الوقت ده انا بقدره اكتر من اي حاجه، لانه كنز حقيقي. كل الناس بتسعى عشان الفلوس، الا انا بسعى عشان حاجتين: الاولى ان اوصل لمكانه عاليه في شغلي، والتانيه ان اخلي الناس كلها تعرف قيمه الوقت. الناس بتتعامل مع الوقت كانه حاجه مضمونه، ساعه ما يكونوا عايزينها يجيبوها، وساعه ما يكونوش عايزينها يوقفوها. بس ما كنتش عارف اوقف ده ازاي او اقنعهم بيه. فكرت كتير بس ما كنتش عارف اعمل ايه. فضلت قاعد بفكر لحد ما غلبني النوم، وحلمت حلم صراحه جالي في وقته. حلمت ان الناس كلها فوقها عداد تنازلي. بقيت مش فاهم ايه ده، فسالت واحد معدي هو ايه ده. قال لي ده بيعرف الناس قيمه الوقت. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني اللي بيستخدم الوقت في حاجه كويسه العداد بيقف، واللي بيستخدمه في حاجه وحشه بيقل بطريقه غريبه. سليم يعني ايه بطريقه غريبه؟ الراجل يعني بيقل الساعه في ثانيه. الراجل قال كلامه ومشي وهو زعلان، بس انا صراحه كنت فرحان جدا ان الناس اخيرا بقت تهتم بالوقت حتى لو مش بمزاجهم، وان دي حاجه مجبورين عليها. بس مش مشكله. المشكله الكبيره اني صحيت من الحلم ده، واللي كان مضايقني اكتر اني مستحيل اعرف احققه. لحد ما لقيت في مبادره المحافظه عاملاها لتقديم افكار مبتكره، واللي هيقدم فكره احسن فكرته هتتنفذ. قلت ان مفيش فكره مبتكره زي فكرتي، وقدمت في المبادره. ولما رحت وسمعت افكارهم حسيت انها مش افكار مبتكره، حسيتها افكار عاديه. المقدمه: سليم ممكن تشرح لنا فكرتك؟ سليم: اكيد، انا فكرتي ما اعتقدش ان حد فكر فيها قبل كده، مع انها فكره جميله جدا. فكرتي عن الوقت. طبعا المقدمه كانت بتبصلي باستهزاء. نعم هي دي الفكره؟ سليم: بعد اذنك خليني اقدم وجهه نظري. انا شايف ان الناس مفكره الوقت لعبه في ايديها، تاخده زي ما هي عايزه وتسيبه زي ما هي عايز. المقدمه تاني باستهزاء من فكرته. وايه بقى الحل؟ سليم: انا عارف ان ممكن حد ما يكونش حاسس باللي انا بقوله، بس صدقوني ان دي حاجه جميله جدا. الحل هو ان انا اخترعت شريحه مستعده اعملها للعالم كله. الشريحه دي هتخلي الناس مهتمه بالوقت. المحافظ باهتمام شديد: ودي هتتركب ازاي وهتعمل ايه؟ سليم: حس بتشجيع كبير. دي هتتركب من خلال جهاز انا اخترعته، وهتتركب في الايد. هيكون مكتوب على ايد كل واحد الوقت اللي اتبقاله، ولو استخدموا في حاجه حلوه العداد بيزيد، ولو استخدموا في حاجه وحشه بيقل 3 ايام. المحافظ: انا اعتمدت الفكره دي وهنفذها. برافو عليك. المذيعه: ودي شرط علينا لازم يتنفذ. المحافظ: ايوه طبعا، واللي هيعترض على كده او مش هيركبها هيتحبس. سليم: كنت مبسوط قوي ان الناس اخيرا هتعرف قيمه الوقت وازاي تستغل الوقت في حاجه مفيده، والفكره وصلت للعالم كله، والعالم كله امر بتنفيذ الفكره بتاعتي، وفعلا كله عرف قيمه الوقت، واخدت مكانه عاليه في شغلي، وكده اكون وصلت لاحلامي كلها. والله حلو. ناخد من القصه دي عبره. ايه هي عندك بجد؟ خدت اهميه الوقت. لا والله ابدا ما خدتش دقيقتين. ما خدتش وقت كتير، وبالعكس القصه دي مشجعه جدا. الناس اللي هي عندها خيال خصب وواسع زي كده هتتخيل الحاجه دي، لو مثلا يعني هتحط مكانها تقول لي هي لو الحاجه دي حقيقيه كنا فعلا هنعمل اللي احنا بنعمله، هنضيع وقتنا كده؟ لا طبعا، فعمرهم ما يفكروا في كده. انت متخيله اصلا يعني الفكره في حد ذاتها، الفكره اللي انت قلتيها في القصه، لو تخيلتها ايه ده؟ الوقت مبقاش ملكي. اللي انا بعمله يبقى ده اللي هو ده التايم بتاعي، او الدليل اللي هو هموت امتى. يعني انت عملك بموتك. يعني انا اقتبست حاجه من قصتك اللي هو ايه، كأن احنا لابسين ساعه مثلا، لو ضيع الساعه دي مرتبطه بعمرك، لو ضيعت الوقت عمرك بيقل، اكيد انت هتخاف. طبيعي. انتوا متخيلين؟ يعني انا جيت قلت لك ان احنا لابسين ساعه، والساعه دي مرتبطه بعمرك، واي وقت بتضيعه عمرك بيقل.
ساعتها انت هتقدر بكل بساطة تدير الوقت بحكمة واللي هو ايه مش عايز تضيع ولا اي حاجة. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. انا الوقت بالنسبة لي الوقت حاجة مهمة جدا، وانا في حياتي لازم يكون كل حاجة ليها وقتها. زي ما انت قلت قبل كده الاولويات دي حاجة حلوة قوي على فكرة. بمعنى لو انت ما اشتغلتش على الاولويات هتلاقي نفسك حياتك متلخبطة. في ناس بتيجي مثلا انا صحيت من النوم اولوياتي ان انا لازم اتوضى واصلي. في ناس بتعمل عكس كده، هو بيصلي برضه بس بتكون اولوياته عكس كده، وده مش طبيعي. لانه اصلا لو جينا واحد تاني يقول لك لا لازم افطر، ما هو اصلا الطبيعي ودكاتره كتير بتنصح بالكلام ده انك تقوم من النوم ما تفطرش، اعمل شويه مجهود وبعد كده اكل. ناس كتير بتنصح بكده وناس عالميه كمان، مش اللي هو ايه مش اول حاجه لما تقوم من النوم تاكل، انما في اولويات دينيه ان انا اول ما اقوم من النوم لازم اتوضى واصلي. في ناس طبعا لو انتوا تاخدوا بالكم بيتوضى ويصلي بعد كده يروح الجيم الصبح، او بيروح يجري الصبح، او بيعمل اي تمارين وبعد كده بيفطر. انا واحد من الناس بعمل كده، يعني في بعض ايام بس اللي مش بعمل فيها كده، بس هو على الاغلب على طول بحب اعمل كده. ولقيت الراحه في حاجه زي كده، اللي هو انت بتهتم بالاولويات بتاعتك، فبتلاقي اداره الوقت بتاعتك صح. ليه مثلا بعدها انت عندك المدرسه بديها وقتها. في ناس بقى بتروح المدرسه، بعد المدرسه بيبقى فيه دروس، تحضر الدروس، بعدها ممكن يضيع ساعه واتنين في حاجات هايفه. اصلا هقول لك على حاجه، انت كده نفسك بتحب ان هي تلعب صح؟ كلنا بتحب ان انت تعمل الحاجه اللي بتبقى بتحسسك ايه بالراحه، او ان انا خلاص كده انا مرتاح. ليه؟ انا مسكت التليفون وسمعت مثلا فيديوهات عليه، او فتحت سوشيال ميديا، او رحت لعبت كوره، او قابلت صحابي، او الكلام ده كله. هو مفيش مشكله انك تعمل الحاجات دي كلها، بس زي ما قالت جانا الاولويات. يعني انا لو ما عنديش اولويات في حياتي، دي اولى الحاجات اللي استفدنا منها من الكلام النهارده، انه الاولويات مهمه قوي. اولوياتك هي اللي هتخليك تدير وقتك كويس. لو انت بدأت اليوم صح هيفضل اليوم ماشي معاك كله صح. انما هي اللي هتدي حافز ان انت تكمل بعد كده، لان بالظبط لو عملتها تحس ان انت فعلا عملت مجهود. ايوه، حاسس نفسك بالظبط، حاسس نفسك انك بتعمل ايه انجاز. يعني انا اولوياتي بدأت وخلصت اول حاجه، فانت هتلاقي نفسك ايه عندك شغف انك تعمل اللي بعدها. بدأت يلا بس. وبكده نكون اتكلمنا عن الوقت، وكل واحد فينا قال وجهة نظره وادى نصايح عن ازاي ندير الوقت وازاي كنا بس سؤال مهم برضه، يعني سؤال مهم ومحرج. ماشي، مهم وايه ومحرج شويه. انت راضي عن يومك؟ لا. كإدارة وقتك، يعني كإدارة وقتك في يومك راضية؟ حسني بقى من شوفي لي الجدول. وانت؟ والله دي بتعتمد على الامانه بقى، كل واحد واجابته. امين اتفضل. امانت احنا واثقين ان انت امين. بصراحه في ايام وفي ايام، يعني بتبقي راضيه عن بعض في ايام ايوه، بس بصراحه دي برضه على حسب الطاقه. حلو. أيوة. معلومه طلعنا بيها يا جماعه، اداره الوقت بتتوقف على الطاقه. ايوه، وعلى المود. ما كده خدناها من ليلى بتقولك بتفرهد من النوم. وبعدين يا مستر ما احنا قلنا ان انا عملت كذا مره وما نفعش برضه، يعني حاول تاني وتالت ورابع. تاني انجاز. راضي عن يومك كله؟ راضي عن اداره وقتك في يومك؟ لا. احنا قلناها صح؟ لا. ولا حد فيكم راضي عن اداره الوقت؟ ما شاء الله. ايام على فكره جايب لكم افضل نماذج، جايب لكم افضل نماذج بتتكلم عن الوقت، وهم اصلا مش راضيين عن اداره الوقت بتاعهم. بس يعني الحمد لله كل واحد قال له وجهه نظره في اداره الوقت، ويا رب ان شاء الله الكلام ده يعجبكم. واستنونا في حلقه جديده مش عارفين عنوانها، بس ان شاء الله هنختار عنوان كويس مع بودكاست المستر.